السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. النت الهوائي من فودافون. سبق واتكلمنا قبل كده عن النت الهوائي من وي، وعرفنا باقاته وإزاي تشترك فيه. النهاردة وبناء على طلب المشتركين هنتكلم عن الإنترنت الهوائي من فودافون، وهنعرف باقاته وأسعار الراوتر وإزاي تشترك في الخدمة، والأهم من كده إزاي تعرف جودة الخدمة في المنطقة بتاعتك. كل ده هنعرفه سوا النهاردة. بس طبعا قبل أي حاجة متنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. في البداية كده تعالوا نشوف ايه هي باقات الانترنت الهوائي. باقات الانترنت الهوائي بتبتدي من 40 جيجا، دي أقل باقة في باقات الانترنت الهوائي. تدي لك 40 جيجا وسعرها 150 جنيه. الباقة اللي بعدها 135 جيجا 300 جنيه، واللي بعدها 250 جيجا 500 جنيه، 375 جيجا 750 جنيه، و400 جيجا ب 800 جنيه. طبعا كل الأسعار ديت غير شاملة الضريبة، يعني ال 150 جنيه ب 200 جنيه تقريبا. ده بالنسبة للباقات. طيب في حالة إن أنا خلصت ال 40 جيجا، في حالة إنك خلصت ال 40 جيجا بتشحن باقات إضافية. طيب تعالوا كده نشوف الباقات الإضافية. الباقات الإضافية بتبتدي من 5 جيجا، ودي بتكون ب 30 جنيه. الباقة اللي بعدها 9 جيجا، ودي ب50 جنيه. وأعلى باقة إضافية 20 جيجا ب100 جنيه. طبعا هنا برضو الأسعار غير شاملة الضريبة. بالنسبة للباقة الإضافية فهي صالحة لمدة 30 يوم أو حتى ميعاد التجديد، لأن بمجرد إن حضرتك هتجدد بتضاف الباقة الجديدة، ومش هتقدر تاخد من الباقة الإضافية غير لما تخلص الباقة الجديدة. نيجي بقى لراوتر الهوم وايرلس. طبعا عشان تشترك في الخدمة لازم يكون عندك راوتر هوم وايرلس. الراوتر ده يا جماعة بيشتغل بشريحة داتا، ما ينفعش يشتغل بشريحة عادية. يعني ما ينفعش شريحة المكالمات اللي انت بتتكلم بيها تنزل عليها الباقة وتشتغل بيها، لا ده بيشتغل بشريحة داتا. طيب سعرها ايه الشريحة ديت؟ الشريحة سعرها 80 جنيه. تشتري شريحة ب 80 جنيه وبتضيف عليها الباقة اللي هي وليكن الباقة 40 جيجا أو أي باقة أنت عايزها. طيب بالنسبة بقى للراوتر، الراوتر عندك نوعين: هوم وايرلس وهوم وايرلس بلس. إيه بقى الفرق ما بين الاتنين؟ هنا زي ما حضرتك شايف كده في مقارنة ما بين الراوترين. أول حاجة السرعة، فسرعة الهوم وايرلس توصل ل 150 ميجا، أما سرعة الهوم وايرلس بلس فهي بتصل إلى 400 ميجا. وطبعا ديت على حسب جودة الشبكة في المنطقة بتاعتك. تقنية الواي فاي في الهوم وايرلس 2.4 جيجا هرتز، أما في الهوم وايرلس بلس فهي 2.4 زائد ال5 جيجا هرتز، زي راوترات السوبر فيكتور اللي في النت الأرضي. بالنسبة بقى لعدد المستخدمين، يعني عدد الموبايلات اللي هيشبك على الواي فاي، سواء بقى كان موبايل أو لابتوب. ممكن على فكرة توصل بالسلك كمبيوتر عادي أو لابتوب. عدد المتصلين عموما هم 32 شخص، يعني تقدر توصل لحد 32 جهاز. أما في الهوم وايرلس بلس فتقدر توصل لحد 64 شخص في نفس الوقت. طيب أنا ممكن أزود العدد ده، ممكن تزوده بأكسس بوينت، يعني تجيب جهاز أكسس بوينت، أو لو عندك راوتر قديم تحوله أكسس بوينت وتوصله على الراوتر الهوائي عن طريق السلك أو عن طريق ريبيتر واي فاي، ده لو هو أكسس بوينت طبعا. طيب بالنسبة لتغطية الواي فاي، تغطية الواي فاي في الهوم وايرلس تصل إلى 100 متر، ودي على فكرة ما هيش قليلة، دي هتغذي لك الشقة كلها.
أما تغطية الهوم وايرلس بلس فهي بتصل إلى 200 متر. وطبعا خلي بالك من الحواجز بتفرق معاك، زي مثلا الجدران، زي الخرسانة، زي حاجز خشبي، أي حاجة من ديت بتقلل معاك الإشارة شوية. نيجي بقى في السعر. بالنسبة للهوم وايرلس فسعره 1400 جنيه، أما الهوم وايرلس بلس فب 2000 جنيه، والاتنين تقدر تقسطهم عن طريق كروت الائتمان لمدة 12 شهر. نيجي بقى لتشغيل الخدمة. أولا لازم يكون عندك في المنطقة اللي انت فيها شبكة قوية جدا، لأن كل ما الشبكة كانت قوية كل ما إشارة الإنترنت هتبقى معاك كويسة. طيب أنا شبكتي متوسطة يبقى جودة الإنترنت هتبقى متوسطة. طب أنا شبكتي قليلة جدا، لا كده حضرتك ما تشتركش. نصيحة، لازم تكون جودة الشبكة كويسة جدا عندك أو متوسطة، وانت طبعا اللي هتحدد إذا كنت تختارها ولا لا عن طريق إنك هتجرب مثلا الإنترنت على الموبايل. فلو لقيت الإنترنت على الموبايل كويس يبقى اشترك وانت مطمن. بالنسبة يا جماعة للراوتر فبيشتغل في مكان واحد، ممكن تغير المكان ده 3 مرات في السنة. يعني النهاردة اشتغلت في مكان معين وحابب بعد كام شهر تغير المكان أو عزلت أو كده، مفيش مشكلة، هتغير المكان بسهولة. طيب افرض مثلا أنا عندي أكتر من مكان بتحرك ما بينهم في خلال السنة، يعني مثلا بقعد الشهر ده هنا في الشقة ديت، الشهر اللي بعده في الشقة ديت في محافظة تانية مثلا. في الحالة دي أنت ليك مكانين ثابتين في السنة ولكن باشتراك 40 جنيه في السنة. يمكن استخدام الخدمة في أكتر من مكان من خلال إضافة خاصية استخدام الراوتر في مكانين مختلفين ب40 جنيه في السنة. يعني حضرتك بتختار المكانين اللي انت عايزهم وبتدفع 40 جنيه في السنة بحيث يكون المكانين دول ثابتين، تتحرك بالراوتر بتاعك زي ما انت عايز خلال السنة. يعني ممكن تتحرك ما بين المكانين أكتر من مرة في السنة، لكن لو انت مش مشترك في الخدمة ديت مش هتقدر تتحرك ما بين الأماكن غير هما 3 مرات بس، وفي كل مرة لازم تكلم خدمة العملاء. لكن في حالة انك تشترك مش هتحتاج انك تكلم خدمة العملاء لان هيبقى عندك المكانين دول ثابتين. طيب خطوات بقى الاشتراك، يعني تشترك ازاي اساسا في الانترنت الهوائي. حضرتك بعد ما بتشتري الراوتر وبتشترك في الخدمة في الفرع، وطبعا بتكون معاك خط داتا او بتشتري خط الداتا من الفرع، بتاخد الراوتر بتاعك، بتحدد المكان طبعا افضل جودة انترنت في المكان، يعني زي ما قلنا عن طريق الشريحة اللي معاك اللي هي الشريحة العادية بقى، تشوف الانترنت فيها جودته ايه، لقيته ان هو جودته كويسة جدا يبقى هو ده المكان اللي هتشتغل فيه. بعد ما هتحدد المكان تثبت الراوتر في مكانه واتصل بخدمة العملاء 28 وهم هيفعلوا لك الخدمة. يبقى كده عرفنا الباقات وأسعارها وأسعار الراوترات وكيفية الاشتراك في الخدمة. بالنسبة للي بيسأل على إجمالي التكلفة، فهي إجمالي التكلفة مثلا لو فرضنا للباقة 150 فهي هتبقى ب 200 جنيه زائد 80 جنيه الشريحة زائد 1400 الراوتر، يعني الإجمالي هيبقى 1680. وفي حالة الراوتر اللي ب 2000 جنيه هتبقى 2280. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، وأي سؤال أو استفسار سيبهولي في التعليقات أسفل الفيديو وبحاول أرد على حضراتكم في أقرب وقت. وشكرا على حسن متابعتكم.